مرحبا. يجب التنويه قبل البداية. أنا لا أدعم النظام ولا يهمني كم مرة انتقد أو سوف ينتقد. أنا مشكلتي الوحيدة هي إقحام الشعب في الخلافات السياسية وإحقاقا للحق. لا أنكر أنني كنت أحد المعجبين بأسعد الشرعي عندما شاهدته أول مرة في برنامج الاتجاه المعاكس. رأيت سياسي ينقل مأساة شعبه وينتقد الأنظمة العربية وعلى رأسها من خربوا بلده. كان في الماضي يعتبر مناضلا نوعا ما، رجل يؤمن بقضية شعبه ويحاول إيصال صوت هذا الشعب المغلوب على أمره، وكان ينتقد الأنظمة العربية ومنها الجزائر، ومعه حق في ذلك بما أن الانتقاد كان يطال الجميع. فليس لدينا مشكلة، لكن يا أسعد يا شرعي، عندما تدخل الشعب السب والشتم هذا غير مقبول بالمرة. وأنت سياسي قديم وتعلم أن الأصوات العالية ما هي إلا أبواق للأنظمة، وبالتأكيد لست بذلك الغباء حتى تصدق أن الشعوب تريد الخلافة مع أشقائها. ومع ذلك سوف نحسن الظن فيك ونقول كنت تنتقد أناس محددين، لكن أن تصل بك الوقاحة للكلام عن شهداء الجزائر أنت وعماد فواز يا ابن، قبل أن تتحدث عن شهدائنا وتقول أن لدينا منطلق هزيمة ونحصي قتلانا. نعم، نتشرف أن يكون لدينا منطلق هزيمة طالما هذا المنطق أوصلنا إلى التحرر. فرنسا أعطت الاستقلال لأكثر من 10 دول فقط لتركز على الجزائر، فكم تريد أن يكون عدد الشهداء قبل أن تتمرجل وتتحدث عن أسيادك؟ اذهب وحرر بلدك. اليمن الذي يغرق في الحرب، في المجاعة، في التفرقة والتقسيم. تركت كل هذا وركزت على الجزائر وشهدائنا. نعم، هناك أناس لا تتشرف الجزائر بهم، ونعم النظام الجزائري عليه الكثير من علامات الاستفهام. لماذا تركت كل هذا ومسكت في شهداء الجزائر؟ أم أنك أصبحت مثل عماد فواز وأعجبتك النقود فقررت إضافة لمستك الخاصة وتعديت حدودك؟ أسعد الشرعي، اذهب وانتقد السعودية والإمارات وكل من تدخل في حرب اليمن، وبعد أن تحل مشكلة بلدك ذلك الوقت تعال واحكي لنا منطق القوة وكم أسقطت من جندي سعودي أو إماراتي أو حوثي أو واحكي لنا عن بطولاتك في استوديوهات القنوات وكيف حررت اليمن بكلامك الغاضب. هل تعرف يا أسعد يا شارعي أن أقل شهيد من الجزائر أنت بكلك لن تصل حتى إلى ظفره بل ظفر قدمه؟ فنصيحة مني لك، انتقد من تشاء وابتعد عن الشعب، الشعب ليس هو النظام. ولو كان كذلك لقلنا أن الشعب اليمني شعب همجي وسوف يقسم بلده. توقعنا منك أن تكون رجلا مثل فيصل القاسم أو أحمد طنطاوي أو جمال خاشقجي، لكن للأسف تبين أنك مجرد مثل عماد فواز. فمبروك عليك يا أسعد يا شرعي، بعت سمعتك التي اكتسبتها بعدد من المشاهدات واللايكات فقط. ولو كنت حقا تريد الخير للجزائر لكنت استعديت لليوم الذي يسقط فيه النظام ويتم استقبالك هنا. ولكن حتى لو سقط النظام ودخلت إلى الجزائر فسوف يتم انتقاما للشهداء الذين تحدثت عنهم. والآن يا أسعد يا شرعي يا ابن اليمن المدمر، احكي لنا عن منطق القوة اليمني في فيديوهاتك النارية، وسوف تخاف السعودية والإمارات منك وتعطيكم الاستقلال. نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى اللقاء.